يا دكتور انا فاقد الشغف، مش قادر اذاكر، زهقت. حبيبي انت لو ما خدتش خطوه بدايه دلوقتي مش هتعرف تاخدها بعدين، والناس اللي حواليك دي كلها محدش هينفعك غير نفسك. هتذاكر هتلاقي، مش هتذاكر مش هتلاقي. مفيش حاجه ببلاش. مطلوب مني ايه في السنه؟ قوي علاقتي بربنا، امسك الكتب افرمها، مش ههزر في مستقبلي. هقعد اذاكر الموبايل لاخويا الكبير او لاختي الكبيره او لابويا واديهوله. العيال بتذاكر ومش عاتقه نفسها وانت فاكر الناس كلها مكبره دماغها. المذاكره يا ابني كده كده مقرفه ومحدش بيحبها اصلا، بس بيفرق حد عن حد ان في واحد لما بيجيب اخره بيموت نفسه ويجي على نفسه، فربنا بيبارك له في الاخر، وواحد بيكبر دماغه. جبت درجه وحشه في شامل في داهيه، اتعور دلوقتي احسن ما اتعور اخر السنه، واخده كحافز ليا المره الجايه هجيب فيه الدرجه النهائيه، وده تدريب عشان اقفل اخر السنه ان شاء الله. قسم يومك بالصلوات. احسن حاجه تعملها تصحى تصلي الفجر، واخد فترتين مذاكره من الساعة 6 ل 9 ومن 9:30 ل 11:30 وفي النص بريك، ثم من الظهر للعصر والعصر للمغرب والمغرب للعشاء، والبريكات بتاعتي ربع ساعة بعد كل صلاة. صحيت متأخر الدنيا ما خربتش، ما تعملش مشكلة وتقف عندها، ولو في مشكلة اتعملت حلها. صحيت الساعة 10 11 مفيش مشكلة معايا لحد آخر اليوم. هشوف أنا هذاكر 7 8 ساعات، هقسمهم نصين زي ما قلت لك قبل كده، نص للجديد ونص للتراكمات اللي عليا. يا دكتور في دروس في محاضرات اونلاين مش طول اليوم، ولو طول اليوم اخلق وقت للمذاكرة. يعني أنت مستني إيه؟ خد خطوة. بس بنتي تتصل بيا ومنهاره عياط، الطلبه اجهدت وانا مقدر الكلام ده. انا تعبت بجد، لان ثانويه عامه ضغوط في الاول وفي الاخر، مرحله وهتعدي. نهايه الاختبار هم ال3 ساعات بتوع امتحان اخر السنه، فلو انت احسنت في طوال وقت الاختبار هتيجي ساعه الاختبار الحقيقي بقى، الاختبار اللي بجد، هتبقى فعلا زي ما بيقولوا كده من الامنين، مستريح. وعلى فكره احنا ما بنقولش الكلام ده برضه عشان ثانويه عامه، لان ثانويه عامه ضغوط في الاول وفي الاخر، مرحله وهتعدي. لما تيجي تتكلم في اختبار الدنيا فربنا سبحانه وتعالى يقول لك كده: ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حثيثها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر. يوم القيامه لما ربنا بيوصفه بالفزع الاكبر، بتبقى الانبياء واولو العزم من الرسل في فزع. ولما سيدنا ادم يبقى في فزع، تخيل احنا هنبقى في ايه؟ وربنا يقول لك ان في الوقت ده في ناس هتبقى مالها امنه. فلما تيجي انت بقى تقول لي والله بص انا ازاي ابقى امن؟ ما انت في حاله اختبار اهو. اعمل حسنا، اعمل عمل حسن عشان لما تقابل ربنا بيه ان شاء الله تقابل ربنا بعمل صالح فتبقى من الامنين. زي كده اما ربنا قال لك: اما ياتي امنا يوم القيامه. في واحد يوم القيامه هيجي امن، وتلاقي ناس تانية واقفه خايفه. طب الخوف والامن منين؟ من اللي هو عمله. فخد بالك ان انت محتاج تتدرب وتبذل مجهود يا جماعه، لان انا بحسكم، انا عارف ان الوقت طال عليكم، وان السنه اصلا كمان الشهر الجاي ده هو ده كمان الشهر اللي بيبدا فيه الطلبه تعمل ايه؟ خلاص بقى اجهد. الطلبه اجهدت وانا مقدر الكلام ده. وخدوا بالكم يا جماعه، احنا يعني الواحد مش محتاج ان هو يقعد يحكي في الكلام ده كتير، لكن انا لحد امبارح، يعني انا امبارح وانا معاكم هنا في الصعيد بقالي 5 ايام، بس بنتي تتصل بيا ومنهاره عياط، ايه ما اعرفش ايه. هي بتبذل مجهود كبير والحمد لله، يعني درجاتها ممتازه الحمد لله، ربنا يوفقكم كلكم. بس الفكره ايه بقى؟ ان انت بتيجي على العيل الشاطر ده يوم ما بينقص درجه و2 بيبقى حاسس ان هو في كارثه، فعياط بقى وتقول لي ايه انا مش لاحقه. هي الجمله الشهيره، وهي فعلا بتبذل مجهود خارق بصراحه. يعني ربنا يعينكم اللي بيبذل المجهود بالطريقه دي، بامانه ربنا يعينه، لان الواحد مع ضغط الشغل باستمرار، احنا بقالنا كام شهر، بيحبط، بيحس نفسيته تعبت. انا تعبت بجد، انا بقالي كام شهر ببذل مجهود وما زلت لسه مش شايف النتيجه. حبيب قلبي والنتائج لا تحصد حاليا، النتائج لسه قدامها وقت، فاجتهد كده واشتغل واحده واحده. كيف تنجح أو تنجز أي شيء في هذا العالم المجنون؟ النجاح دلوقتي أسهل من أي وقت مضى. عايشين دلوقتي في عصر الأغلبية متوسطة القدرات، فبالتالي بحاجات بسيطة قوي هتقدر تتفوق. إزاي أنجح أو إزاي أقدر أنجز؟ حاجتين: ديسيبلين وفوكس، الانضباط والتركيز. ما هو تعريف الانضباط؟ الانضباط وهو انك تعمل الحاجة اللي بتكرهها كأنك بتحبها. Discipline is doing what you hate to do but doing it like you love it. الانضباط هيجي من خلال انك تكتب انت ليه عايز تنضبط، تبدأ بخطوات بسيطة وتحذف المزاج والمشاعر من موضوع الانضباط. التركيز عامل اساسي علشان تكتسب اي معرفة او عشان تطور اي مهارة. في عالم مليء بالمشتتات، النجاح هيأتي للناس اللي بتعرف تركز.